السلام الله عليكم، معكم رضا من قناه غرفاز. اذا تلعبوا اليوم 4 ديال اللقاءات على الجوله 20 من البطوله المغربيه. المغرب الفاسي يقنع ويمتع بثلاثيه في شباك الدفاع الحسني الجديدي. متصدر البطوله الجيش الملكي يعود بتعادل سلبي خارج الميدان ضد اولمبيك اسفي في لقاء المستوى ديالو كان جد متوسط. وتتواصل المعاناه ديال الرجاء هذا الموسم خارج الميدان في البطوله المغربيه. اليوم الفريق تلقى الهزيمه الخامسه خارج الميدان، وهذه المره ضد حسنيه اكادير ب2-1. انتصار مهم لحسنيه اكادير ينعش اماله في البقاء وكيبعدوا تدريجيا على منطقه الخطر في اول لقاء للمدرب السكيتيوي. وهزيمه الرجاء كتبعدوا تدريجيا على المنافسه على اللقب، ويمكن لي نقول على ان الرجاء اصبح مهدد على انه الموسم القادم ما يشاركش في احدى المسابقات الخارجيه الا ما تداركش الامور. واللقاء ديال اليوم كما هو العاده عرف جدل تحكيمي كبير. يعني كل جوله عندنا في البطوله كاين الجدل التحكيمي، كل جوله في البطوله كاين البوليميك. بالرغم من تواجد الفار اللي من المفترض على انه يحقق العداله التحكيميه، ولكن الشيء الوحيد اللي ما يمكن حتى شي واحد ينكره مستوى التحكيم المغربي من سيء لأسوأ. هادشي اللي كيخلينا ما نشوفوش الحكام المغاربه في التظاهرات الدوليه. يعني حكم لقاء اليوم هو الرداد، والحكم الرداد في الاغلبيه ديال اللقاءات اللي كيديرهم كيكونوا اخطاء، وبالرغم من هذا مازال حاضر وكنشوفوه في اللقاءات المهمه واللقاءات الكبيره. الشيء يطرح العديد من علامات الاستفهام. واش ما عندناش حكام؟ الا كانوا نفس الحكام دائما كيديروا اخطاء، علاش ما نعطيوش فرصه لحكام شباب؟ على الاقل الا كان حكم شاب دار خطا غتقبل، غتقول هذا مازال تيتعلم. ولكن نفس الحكام كيديروا نفس الاخطاء وبالرغم من هذا مازال حاضرين، يعني شيء غير مفهوم. في لقاء اليوم الفار كان فيه مشكل. يعني شفنا الرداد في العديد من اللقطات كيتحدث مع عميد الرجاء والعميد ديال حسنيه اكادير كيخبرهم على ان الفار ما خدامش. يعني الفار يمشي الفار يجي، الفار يمشي الفار يجي. في العديد من اللقطات اللي خص الفار يدخل ما كانش. وفي بعض اللقطات مثلا لما الرجاء سجل هدف التعادل الرداد كان كيهضر مع الفار. حنا كجمهور دخلنا ما بقيناش عارفين واش الفار خدام ولا ما خدامش. يعني الشيء اللي لاحظتوا على الحكم، يعني الحكم في لقاء اليوم لم يكن موفق في التقدير ديالو ديال العديد من اللقطات، وكانت عليه واحد النرفزه واضحه. الطريقه اللي كان كيتعامل بها مع اللاعبين نرفزه واضحه، نرفزه مبالغ فيها، خصوصا لاعبين ديال الرجاء. بعض اللقطات اللي كانت كتستوجب بطاقات الحكم ما خرجش بطاقات، وبعض اللقطات اللي ما فيهمش بطاقات الحكم كيخرج بطاقات. وواحد اللقطه في الدقيقه 52 كادت ان تنهي الموسم ديال اللاعب الزرهوني، تدخل اكثر من خشن. الا كان شي حاجه اكثر من البطاقه الحمراء يمكن الحكم يخرجها. الغريب في الامر على ان الحكم لعب دور المتفرج، وما عرفناش واش الفار كان خدام ولا ما خدامش. لان الفار الا كان خدام في هذه اللقطه راه ضروري يهضر مع الحكم. شفنا اللقطه والتدخل تدخل خطير بكل ما تحمل الكلمه معنى، واقل حاجه يمكن تعطى في هذه اللقطه بطاقه حمراء في الدقيقه 52. راه ما يمكنناش نتقدموا بالبطوله ديالنا الا بقاو هاد الاخطاء التحكيميه والا ما كانتش عداله. فريق تيتريني الاسبوع كامل ويدير مجهود كبير، ويجي حكم بالصافره ديالو يضيع هذا المجهود كامل. الاخطاء التحكيميه هي راه جزء من الكره، ولكن لما كتكون كتعاود بهذه الطريقه راه كاين مشكل كبير. وراه قلتها في العديد من المرات ونزيد نعاودها، الامر اصبح يقتضي على اننا نعيطوا للحكام الاجانب. ما فيها باس، خصنا نعترفوا بالفشل ديالنا على ان التحكيم المغربي فيه مشاكل كثيره. نعيطوا للحكام الاجانب خصوصا في اللقاءات المهمه واللقاءات المصيريه. اما باش نبقاو نشوفوا نفس الحكام كيديروا نفس الاخطاء وكتعطيهم الفرصه الاولى والفرصه الثانيه والفرصه الثالثه والفرصه الرابعه، راه شيء غير مقبول. يعني اللقاء ديال اليوم كان في المستوى، شفنا فرص، شفنا ايقاع، حضور الجماهير،
الرجاء اليوم يمكن لي نقول على انه دفع ثمن الفرص الضائعه. الرجاء في لقاء اليوم على الاقل جات واحد 7 ولا 8 ديال الفرص حقيقيه للتسجيل. والقاعده المعروفه في الكره، اللي ضيع يستقبل، اللي ضيع يستقبل. يعني الرجاء لو انه استغل الفرص التي اتيحت له كان بامكانه على الاقل في لقاء اليوم يسجل 4 ديال الاهداف. غير اللاعب بن جديده كان يمكن له يخرج بهاتريك، لاعب الهبطي جاو 2 ديال الانفرادات، حتى حسنية اكادير جاو فرص، ولكن يعني باش يعني بكل حياديه وبكل موضوعيه الطرف الافضل في لقاء اليوم، الا بغينا نلقاو واحد الملخص ولا واحد العنوان لقاء اليوم، الرجاء لعب وحسنية اكادير عرف كيدير يربح. حسنية اكادير استغل المشكل ديال الرجاء في انهاء الهجمات وتمكن من تحقيق انتصار مهم. يعني الفرص اللي جاو للاعبين ديال الرجاء صراحه فرص صعيب على انك تشوف مهاجم كيضيعها. لما كتشوف الفرصه اللي جات للاعب رحيمي امام مرمى فارغ في الدقيقه 86، المرمى فارغ، يعني عرضيه من لاعب مذكور، ولو انها تسجلات شوفوا اللقاء فين كان غيمشي، كانت تربح الرجاء ب2-1. يعني اللقاء كان مازال مستمر. حسنية اكادير حتى هو جاو بعض الفرص في الدقائق الاخيره، واللاعب المهري يعني كيف ما قلت عاقب الرجاء على تضييع الفرص وسجل هدف ثمين بكل ما تحمل الكلمه معنى، واعطى 3 ديال النقاط مهمه. يعني صراحه كيف ما قلت كنشوفوا العديد من اللقاءات الجميله، ولكن كيخسرها التحكيم. يعني التحكيم صراحه اللي غايه الان في البطوله عندنا مشكل كبير. يعني خليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، شنو هو الحل باش نقللوا من اخطاء التحكيميه وباش تكون، يعني صعيب نوصلوا للعداله الكرويه بنسبه 100%، ولكن على الاقل توصل لواحد 90 ولا 95%. يعني الرجاء عنده مشكل خارج الميدان، يعني 5 ديال الهزائم. يعني وما زاد الطين بله في لقاء اليوم التدوير. المدرب منذر الكبير قام بإراحة العديد من اللاعبين استعدادا للديربي. راه كدير المداوره وكتريح اللاعبين لما كتكون في الصداره ولا كتكون قريب بنقطه ولا جوج، ولكن انت بعيد. والمدرب اليوم جلس العديد من اللاعبين الركائز. هذه المساله ايضا اثرت على مردود فريق الرجاء الرياضي. اللاعب حركاس يواصل التهور ديالو للقاء الثاني على التوالي كياخذ بطاقه حمراء. لاعب موهوب، لاعب المستوى ديالو ثابت مع الرجاء، ولكن عنده مشكل كبير فيما يخص تلقي البطاقات الصفراء والبطاقات الحمراء، وهذا مشكل كبير. راه ما يمكنلكش اي لقاء تدخل تاخذ بطاقه حمراء ولا بطاقه صفراء. لاعب خصو يخدم على راسو وخصو يعالج يعني هذا المشكل هذا. لاعب حركاس اليوم خدا بطاقه حمراء، ما غاديش يكون حاضر في الديربي. اللقاء اللي جمع بين اولمبيك اسفي والجيش الملكي انتهى بلا غالب ولا مغلوب، تعادل سلبي 0 لمثله في لقاء المستوى ديالو جد متوسط. يعني تقريبا لم نشاهد اي شيء في اللقاء ديال اليوم. والفريق الاقرب لتحقيق الانتصار ولا الفريق اللي جاته الفرصه الاخطر هو اولمبيك اسفي. في الدقيقه 87 فرصه ضربت في العارضه. يعني الجيش الملكي كيف ما قلت تراجع نسبي في المستوى والمردود والنتائج في الاونه الاخيره، هزيمه في الكونفدراليه ضد فيوتشر، واليوم تعادل. يعني تعادل يمكن لي نقول على انه بطعم الانتصار للجيش الملكي، بحكم على ان الرجاء خسرات، حسنيه الفتح الرباطي حتى هو تعادل. الوداد الى حقق الانتصار غيقرب وغيولي على بعد نقطتين من الصداره. وايضا علاش قلت على انه تعادل بطعم الانتصار، بحكم على ان اولمبيك اسفي كانت عنده الفرصه الاخطر في اللقاء. يعني الجيش الملكي الا بغى يكمل، اكيد الفريق الان غادي مزيان كيحتل الصداره في البطوله في المركز الثاني في المجموعه ديالو في الكونفدراليه، ولكن الاستمراريه راه مهمه بزاف. راه الا ما كانتش الاستمراريه حتى شي حاجه ما كتكون. والالقاب فوقاش كتحصد في نهايه الموسم. الا بديتي الموسم مزيان راه ما قديتي والو، خصك تكمل بنفس المستوى لغايه نهايه الموسم باش يمكن لك في الاخير تحصد نتيجه المجهود ديالك. نختم الحلقه ديالي بالحديث على اللقاء اللي جمع بين المغرب الفاسي والدفاع الحسني الجديدي 3-1 للماس. المغرب الفاسي قدم لقاء رائع على جميع المستويات، وكادت تكون نتيجه اكبر واكبر لولا الفرص الضائعه.
يعني المغرب فاسي حسم اللقاء في الشوط الاول 3-0. شفنا على ان اللاعبين شويه المستوى ديالهم والمردود تراجع في الشوط الثاني، وهذه مساله طبيعيه بحكم على ان الفريق تنتظروا لقاءات اخرى. يعني اليوم لاعب الرياحي قدم اوراق اعتماده، قدم لقاء يعني لقاء في المستوى. الشيء اللي عجبنا ايضا في اللقاء ديال اليوم شفنا 3 ديال الاهداف جميله. يعني 2 ديال الاهداف الاولى الهدف ديال اللاعب الجناتي، يعني ضربه خطا على طريقه اللاعبين الكبار، لم تترك اي حظ الحارس ديال الدفاع الحسني الجديدي. الهدف الاول ايضا كان رائع جدا. يعني اليوم المغرب فاسي سيطر بالطول وبالعرض وانتصار مستحق. الجمهور ايضا يستحق التحيه والتقدير على الحضور ديالو باعداد غفيره. علامات استفهام كبيره تطرح على الدفاع الحسني الجديدي للفريق في مرحله الاياب، يعني هزيمه تلو الاخرى، والفريق يقترب تدريجيا يعني من مراكز الهبوط. يعني مستقبل المدرب التونسي لسعد الشابي اصبح مهدد بعد الهزائم المتتاليه، والدفاع الحسني الجديدي الا بغى يكمل او الا بغى يحافظ على المكانه ديالو في القسم الوطني الاول يجب مراجعه الامور. المغرب فاسي خصو ياخذ اللقاء ديال اليوم كمرجع يبازي عليه، يصحح بعض الاخطاء اللي مازال كاينه ويكمل الخدمه. صراحه اليوم اي واحد مشى للملعب تمتع وشاف اهداف جميله وشاف واحد الفيستيفال، لاعبين يستحقوا الاشاده والتقدير على المستوى الكبير اللي قدموه في لقاء اليوم، وانتصار عن جداره واستحقاق. كان هذا كل ما يخص الحلقه ديال اليوم. الى عجبتكم دعمونا بلايك واشتركوا في القناه باش دائما يوصلكم جديد اول باول. كان معكم رضا من قناه كره فانز. السلام عليكم.